صباح الخير. يوم تاني في مدرسة الأغنياء اللي محدش متقبلني فيها، لكن أنا قعدت على نفسي عهد إن أنا هبقى أحسن منهم كلهم وأتفوق في دراستي. وطبعا هما يقولوا المتفوقين في الدراسة بياخدوا درع دهب وانتي فقير عايز درع دهب. كلام الناس ولا بيودي ولا بيأخر، بس على الأقل أقدر ألاقي حتة دهب أبيعها وأجيب بيها بيت. وطبعا لازم أروح شيك عشان ايه مكونش أقل من حد، وحد ايه يحسسني إن هو أحسن مني، مع ان يعني هم اصلا جايبين كل فلوسهم دي بالسرقة اصلا، يعني سارقين قوت الغلابة وسارقين قوت الناس، وفي الاخر ياي احنا اغنياء. على فكرة يعني اي حد ممكن يجيب فلوس بالسرقة، يعني دي حاجة سهلة. وطبعا هحط مكياج بالوان في مصر عشان ما معيش فلوس اشتري مكياج، فمعيش. على الاقل انا عندي حاجات هي مش عندهم، على الاقل انا عندي اخلاق. حط مكياج بالقلم الفلوماستر. دلوقتي انا حطيت المكياج وحاطه روج اهو، بس هو رقيق قوي يعني شكله طبيعي كده، بس هو بيدي لمعة. اسمه لونة وردي، استنى اوريهولكوا. انا لبست اهو راح المدرسة. اسمه لونة ورد 5. ده يعني زبدة كاكاو ما بين زبدة الكاكاو والروج، بس هو ايه ليب جلوسر بيدي لمعة للشفايف. تحفة تحفة الصراحة، يعني انصحكم بيه. وهو مش غالي على فكرة، هو رخيص وامن للاطفال وامن للحوامل، ومش يعني لما تيجي تمسحيه يسيب لون والقرف اللي هو حاجات التقليد دي، لا هو حلو وتمنه جميل. اجيب القصص على جنب كده ماشي، واسايب شعري ولا اربطه على حسب. المهم ان انا هلبس الطقم ده، وده طقم دهب فالصو عادي لكن شكله حقيقي. وهلبس التاج دوت، ده تجعيرة برضو ولا خصوص الماس حقيقية ولا اي حاجة. وكمان حاسه ان هو عامل ماتشي، لان ده بصوا حاسه عامل ماتشي التاج ده، مش عارفه ليه. ايه رايكم؟ شكله تحفه قوي الصراحه. غيرت النضاره عشان دي شكلي احلى فيها. كده انا خلصت. ايه رايكم فيا؟ انا عارفه ان اختي شكلها كبير من غير قصص، لكن nobody shaming. هاخد معايا الشنطه التحفه دي عشان ابيض واسود، عامله ماتشي وكمان شكلها expensive. انا هو راح المدرسه. انتي هبلة يا بنتي، انتي مش شايفة قدامك؟ انتي بتخبصي فيا الصبح على الصبح، احنا لسه في الصبح. شوفوا مين بتتكلم، البنت الفقيرة اللي احنا سايبينها تدخل مدرستنا وتدرس معانا وكمان انا نفسي بتتكبر. افهم انتوا مش متقبليني ليه؟ ايه الوحش اللي فيا؟ احنا مش بنحبك خالص، احنا مش متقبلينك عشان انتي مختلفة عننا. اذا كنا احنا بنكره عيلتنا يبقى احنا نحبك انتي يا غريبة؟ احنا ولا قابلين دينك ولا قابلين عرقك ولا قابلين شرقك ولا قابلين انا اي حاجة دلوقتي فيكي. فهمت كل حاجة. هما مش حابيني وهما مش متقبليني عشان انا من منطقة وهما من منطقة. اذا كنت انا بكره اخويا اللي معايش معايا في نفس البيت عشان هينافسني في الورث لما اكبر، يبقى احبك انتي يا غريبة؟ اذا كان عمي حط السم لابويا عشان يورث هو، يبقى هو احنا هنحبك لحظة انتي؟ صمت يا جماعة. انا دلوقتي استوعبت كل حاجة. محدش بيحبني ومحدش متقبلني في المدرسة دي زي التلاميذ، عشان انا من منطقة وهما من منطقة. دلوقتي انا فهمت كل حاجة. هما مش متقبليني، هما مش قابلين الاختلاف، مع ان ربنا لو كان عايزنا كلنا نفس الحاجة كان خلقنا. الاختلاف شيء جميل، بس هما للأسف ما عندهمش بابا وماما يربوهم على كده. يمكن يكون باباها ومامتهم هما اللي كده فورثولها الكلام ده، لان التربية ساعات بتتورث. ده لو كان في اصلا.
المهم إن هُم لمّا بييجوا منطقتنا يعني لمّا بيحصل فيهم عنصرية يقعدوا يصرّخوا، طب ما أنتم عندكم في منطقتكم برضه عنصرية يعني. دلوقتي بس أنا فهمت، دلوقتي خلاص المكعبات اتركبت كلّها قدّامي، وخلاص هاتعامل على الموضوع ده، هاتعامل على أساسه. أنا خلاص بقيت بنت تانية خلاص، هاتقبّل الحياة وهاتعامل على أساس الموضوع ده. هُم مش متقبّلينّي خلاص طبيعي، هُم مش عاوزينّي، خلاص بقى مش بالإكراه أهو، مش بالغصب. طيب أنا هاعمل إيه في خلال الموضوع ده؟ عادي، صحابي القدام هُم صحابي القدام، ما فيش صحاب جداد عادي، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش برضه. أنا عرفت الحقيقة، بس أنا هاتفوّق وهابقى أحسن واحدة فيهم، وده وعد. الطالبة بناديت تتقدم لاستلام الجائزة. شكرًا، شيك ب1.000.000. يس، حياتي بقى هتتغيّر وهابقى فعلًا بنت غنية بجد. يس. اتفضلي يا فندم. شكرًا، مفتاح شقتي، مفتاح شقتي. أخيرًا، أخيرًا يا جماعة، أخيرًا. عرفت أشتري شقة وعرفت أشتري دهب حقيقي وحياتي اتغيّرت وبقيت إنسانة سعيدة. وعادي الناس اللي مش متقبليني دول أكيد مش هيتقبلوني، إذا كان يسوع ذات نفسه جه وعمل معجزات قدام كل الناس وأحيا الأموات ومحدش صدقه. أنا مين أنا عشان أقارن نفسي بيسوع المخلص؟ موضوع يوجع، لكن احنا لازم نعدي المواضيع، لازم نكمل حياتنا. وادينا وصلت اللي أنا عاوزاه في الآخر. دخلت مدرسة الأغنياء، اتفوقت فيها، جبت فلوس كتير، مش عاوز حاجة أكتر من كده، مش عاوز بس إن يكون ربنا راضي عني، وبكده يكون خلص المسلسل. خلاص يا جماعة، المهم إن النهاية سعيدة.